نعمل ايه دول النهارده جزر وبسله. تعالى نقطع الجزر. ماما انا دور وانت دور يا ماما. انا دور وانت دور ماشي. انا دور وانت دور. انا دور يا مساء الفل، وحشتوني. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده بقى جايلكم فيديو جديد. بسم الله كده ونصلي على رسول الله. النهارده بقى ايه فيديو سريعا كده. كان عندي بقى شويه بسله كده شارياهم الكيلو ب15 جنيه، فقلت بقى ايه اخزنهم معاكم. وكنت بقى فرطت البسله كده ووريتها لكم في اول مقطع. ودلوقتي طبعا جبت حوالي 2 كيلو كده من الجزر وقشرتهم، ودلوقتي طبعا بخرطهم معاكم كده على فلانشة. بخرطهم مكعبات صغيرة كده عشان تبقى زي قد البسلة يعني. في ناس بتحب البسلة معاها جزر وبطاطس، بس احنا لا، احنا بنحبش البطاطس مع البسلة، بنحب الجزر بس. ودلوقتي طبعا بعد ما خرطت كل الكمية اللي انتوا شايفينها دي، طبعا جبت طبق او عجان كبير كده او بولة كبير عشان تاخد الكمية. انا كنت شارية بحوالي 100 جنيه الكيلو ب15 جنيه، احسبوها بقى تمام. وخرطت عليهم 2 كيلو كده من الجزر وقلبتهم كده بايدي عشان الجزر بقى شايفين يتخلل كل البسلة، عشان اما نخزنها يبقى فيها الجزر بتاعها تطلع جاهزة على الصلصة على طول. ودلوقتي جبت اكياس تخزين، وابتديت بقى ايه، طبعا روفان مغلباني يعني، ابتديت اعبي كده في كل كيس يعني بالويم كده او لو انت عايزه بقى ايه بالظبط ممكن تعبري بحاجه او تعايري بحاجه تمليها وتحطي في كل كيس. اما انا كنت بعمل بالبركه كده ايه على حسب ايه ما يجي في ايدي. ودلوقتي ابتديت اربط كل الاكياس طبعا زي ما انتم شايفين كده. انا بحاول ان انا اخرج الهواء كله من الكيس واربطه من فوق خالص، عشان طبعا كده لما شايفين انا بفرده بصعوبة جدا لان جوه الكيس مفيش هواء. انا خرجت كل الهواء وربطت الكيس من فوق خالص. فلو انتوا واخدين بالكم انا بفرده بصعوبة وبتك عليه جامد عشان يتفرد، عشان ارصه فوق بعضه كده ما ياخدش مساحة في الفريزر. طبعا البسلة ولا بتتحط في مية سخنة ولا بتتشال من مية سخنة تحط في مية ساقعة ولا الفيلم ده خالص. ده يتعمل مع البامية. البسلة بتتخزن زي ما هي، يدوبك كده بنفرطها، ولو فيها اي حاجة بنشيلها ونخرط معاها الجزر، او لو مش عايزة جزر بتحطيها كده وتعبيها في اكياس على طول وعلى الفريزر من غير ما نحط